السلام عليكم يا البنات. اليوم راني جيتكم بواحد الكيفيه مالحه كما راكم تشوفوا في اللوبيا. اليوم راني جيتكم بواحد الكيفيه تاع اللوبيا اللي طيب في الفوق بلا صوص. قعدوا معايا حتى الاخر وتبعوني. هنا عندي ذا اللوبيا بعد ما شمقتها من البارح حتى اليوم. عندي الراس تاع الثوم هذا اللي راكم تشوفوا فيه. وعندي كما شفتوا لي غوسات لي زيبيس اللي وريتهم لكم. انا عندي الفلفل الكحل. الحاجه الاولى اللي نروحوا نديروها واش نديروا؟ نروحوا نجيبوا كسرونه كبيره نحطوا في هذيك اللوبيا تغلي. الطيب اللوبيا لازم الطيب نص طياب، ما تخليهاش الطيب وتتحرحر يعني تولي لا ما تنجحلكش هذه هذا لاغوسيت هذا الطياب ما ينجحلكش. الوغ لازم اللوبيا طيب نص طياب، باسكو علاه رانا رايحين نحطوها في لاشواغ ونرحيوها. فوالا نخلوها طيب على نار قليله يعني كي تغلي نقصوا لها النار نخليها طيب. هنا واش راني ندير؟ هنا راني نشوي في الثوم، درتو في القطع الالومنيوم درتو شويه زيت زيتون وخليته يتشوى يجي فيه واحد البنه. هذه لاغوسيت لازم لك تشوي لها الثوم باش يجي فيها واحد الكو، فهمتي؟ هذه لاغوسيت ماهيش يعني انا تعلمت على وحده صاحبتي مشي لي شتها تاكل فيه، انا حسبه لي دولمه، قلت لي دولمه، قالت لي لا لا، عطاتني المقادير تاعها الوغ حبيت نجربها، قلت والله غير جربتها معاكم وتجي بنينه ولاباس. انا كنت جربتها من قبل ما نكذبش، بصح راني زدت عاودتها اليوم. فوالا عندي هنا الفلفل، فلفل بيري، لا بيري تاع الفلفل، هذيك الفلفل اللي نطيبوه ونرحوه في الدار. انا شريته واجد تحت الاتراك. الوغ عندي هنايا الثوم، الثوم اللي شويتو راني رحيتو درتلو زيت زيتون حطيتو اكوتي. مانيش راح نديرو كاع، نقسم النص لاصوص والنص نديرو مع مع لاباط هذيك العجينه هذيك تاع اللوبيا. فوالا هذيك الطوماطيش بعد ما رحيتها قطعت لي رطل طوماطيش، دوك الحبات تاع الطوماطيش شفتهم رطل، مع هذيك زوج مغرفات تاع فلفل مرحي حمر باش تجي لاصوص حمرا وشابه، وبالثوم. الحاجه الاولى دوك هذيك اللي رايحين نبداو بها، من بعد ما طيبنا اللوبيا ونبعدوها على جهه نبداو نخدمو في لاصوص كيفاش نوجدو لاصوص. هنا انا غلينا ديك اللوبيا ودوك ندوها نرحيوها في لاشواغ ونشوفو من بعد كيفاش تخرج، واش رانا رايحين نديرو. حطينا اللوبيا هنايا كما راكم تشوفوا، نحطوه بشويه باش تطرح لنا مليح. واللوبيا تغليها، ما تغليهاش حتى زعما تولي طيب زبده كما نقولوا حنايا بالدارجه، يعني طيب بزاف يعني لا نص طياب، نص طياب طيبوا اللوبيا باسكو راح تكمل الطيبه تاعها في الفوق. فوالا باش يخرج لنا الشكل تاعها نزيدو شويه. رحينا ديك اللوبيا طابت نص طياب رحيناها. هنا واش راح ندير الكمون، نزيد شويه تاع كرويه، نزيد الشوفان مرحي كما راكم تشوفوا. لازم نجيب. علاش نديرو الشوفان مليح يحكمها، غير ملي ديري لا شابلور الوغ ديري لها الشوفان مليح يعني فيه الكالسيوم مليح. هنايا واش ندير شويه تاع الثوم، مانيش راح نديرو كاع، ندير باش نخلي لاصوص وندير ثاني. بقاو معايا الاخر وتشوفوني واش راح ندير. دوكا ندير شويه لهنا باش يجي الغو تاعها مليح. والبيض انا عندي الحبه ديك صغيره، شوفي نديرها اذا خصني نزيد حبه واحده اخرى، لازم لي زوج، لازم لها زوج حبات بيض حسن. خاطش انا ما درتش رطل، درت قل مرطل، درت 200 غرام نتاع لوبيا تشمغت. رطل فيه 250، فيه 250، نص رطل فيه 250 عفوا،
والرطل فيه 500. الوغ انا درت غير 200. هنا كيما راكم تشوفوا زدت الحب تاع البيض الثانيه دوزيام، خاطرش علاه ما جاتش، لازمني نزيد حبه هذيك صغيره وما كفاتش، لازم لي الحبه زوجه. واللي لا درتي رطل ديري يعني طاح في المقادير سيتو. قلت لك هذه تندر بالحميصه، تقدري ديريها ما ديريش اللوبيا، ديري حميصه. ما عندكش حميصه ديري اللوبيا، يمشوا مع ما تمشي على زوج مع اللوب الحميصه واللوبيا. فوالا هذه لا غوسيت تقدري ديريها بالحميصه، تغلي الحميصه وديريها نفس الشيء كما راني ندير. وشنو تكون حميصه اولا ديريها باللوبيا ثاني تخرج لك روعه. يعني هذه صاحبتي قالت لي نديروها بالحميصه وباللوبيا. فوالا كل واحد كيفاش. وكاش خاطر ندير لكم واحد لاغوسيت وريتها لي بالقرعه الحمراء، بالقرعه الحمراء تاش مره اذا نشريها قالت انا غاليه عندنا بزاف. نبقى ندير في ذو لي بولات كما راكم. دوكا نبقى حتى نكمل ونعاود نرجع لكم. اوكي. ودوكا تيك انا واش راني ندير، جبت زيت الزيتون وراني ندهن في ذوك لي بولات كامل فوق، ندهن بزيت الزيتون مليح مليح، نشربهم بزيت الزيتون ونروح نديرهم في الفوق وبعد نتلاقى. هنا كما راكم تشوفوا جبت المقله نحط فيها زيت الزيتون، ولا ما عندك زيت الزيتون تقدري تستاني عليه ديري يعني زيت نباتي ولا مارغرين ولا يعني ماشي حاجه زعما اوبليجي ديري انت هذا زيت الزيتون. لا حطيت الثوم هذاك اللي كنا شويناه، نسيت الثوم اللي كنت شويته الاحمر ندير النص ونخلي افضل خير من العكري على بالك. وديجا راه مش ما يضرش واحد البنه ماشي كيما العكري. نهار اللي تشويه ترشح وتديري تما هذا المقبل ما جربتهاش هذاك والله غير ولا ديري في الفوق تاع اللحم تحبي كميه الالومنيوم ديري في الزيت وديري في خير حبيبه صايبين بزاف. حنا زدت الفلفل الاحمر ويدير بهم هذه لاصوص لا بيغي هكذا تاع الفلفل. عندي فلفل مدروس يعني ملحي، زدت الطوماطيش عندي رطل طوماطيش، هذيك الطوماطيش اللي وريت لكم رطل وزنتها جاتني رطل ريحتها. هنا ندير الكرويه وندير ندير الكمون شويه تاع كرويه ونخليوها كما الفلفل الحار حاجه ونزيد شويه فلفل حار. انا ديما نحب الملح تكون حاره مسكه بالحار. هذا الملح نخليها طيب في عرضها. بعد ما طابت نجبدها زدت شويه فلفل حار اللي الفورم اللي يطيب في الماكله مسكه بالحار تاع الكراتان. هذيك تجي بنينه لا طوماط لاصوص. بعد ما وجدت لاصوص كما راكم تشوفوا راهي وجدت هذيك تحمرت كذا. راني جبت يعني المول اللي راهي وجدت هذيك تشوف هذوك لي بولات راهم طابوا دوكا نجبد المول داخل. تبقاي معايا وتشوفيني واش راني راح ندير. كما راكي تشوفي تجي بنينه هذوك لي بولات جربتها من قبل ماشي لا بروميير فوا نديرها اللي راني حطيت هذيك حبيت نزيد لاصوص في القاع نتاع نزيد لاصوص من الفوق كامل هذوك لي بولات. ومن بعد ندير لها الفرماج. والفرماج نقول لكم حاجه، اذا عندك ندير الموزاريلا اللي طلعت لي من فوق لك روعه، ولا لافاشكير ثاني تخرج بنينه بها بزاف بزاف. هذا فرماج عادي راني ندير فيه، لكن كان عندك موزاريلا هي رشيت بها نعناع ودرت لها ولا زيت الزيتون من الفوق. لافاشكير ثاني يخرج بها روعه. درت شويه كليل شويه تاع النعناع فيها واحد الكوع درت ورقه رند ما شفتوش في الفلفل ما تشوفوش في المرقه رند درتها في لاصوص ديريه بس يعني شويه رشه تاع لا كمون. وهذاك الثوم اللي بقى لي كان هذا المساله ثاني بيطلع واحد ديري ما حبيتش بزاف ما كاش مشكل صاني. درت النعناع انا هما يديروا هكذا ودرت عندي الفلفل المرقه والفرماج الحار هذا الفلفل هذا الفلفل ودرت شويه زيت. كان عندك هذا الفلفل الطرشي المرقد ديري ما كانش عندي. هنا راهي طابت وراني جبدتها دخلتها بارها 10 دقائق 15 دقيقه غير شويه جمرت وطلعتها. شوفي كيف جات ما شاء الله جات روعه. ودوك نسقوا شويه ونشوفها كيف خرجت لنا. شوفي داك زيت الزيتون كيف جا من فوق يعني وديك المرقه وديك لاصوص كيف جات خاثره يعني ومعسله ما عندي ما نقول لك. وهذه الماكله تتكل بالخبز تقدري تاكليها بالخبز
وتجي بنينه وتيفيتي دوك يعني تبدلي هما ياكلوها هكذا. والله عجبتني انايا هذا لاوسيت كي وريتها لي صاحبتي، واليوم حبيت نديرها الغدا تاعي غدايا، قلت والله شاركتها معاكم، اللي يحب يجربها يجربها. وتقدري قالت لي ما ديريهاش باللوبيا، ديريها بالحميصه، يكون عندك حميصه مشمخه وتغليها نفس لاخر يعني ديريها وتخرج روعه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتجربوا هذه الكيفيه سهله بسيطه. وشنو اللوبيا ما تخليهاش طيب بزاف بزاف بزاف، طيب نص طياب باش تخرج لك هذه لاكوسيت، تخرج لك يعني ناجحه. ونقول لك باي باي، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.